انا مش بعيط. حرفيا حاسه زوري بيتحرق، حاسه بيطلع نار، حاسه زوري بيطلع نار حرفيا والله يا جدعان. هلوز ازيكم يا حلوين؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده قررت ان انا اكل كوري حار جدا لا يطاق، وكمان لابسه لكم لبس احمر اهو علشان النهارده هاكل اكل مولع حرفيا. هنجيب اندومي كوري حار برضو، وكمان هاكل طبوكي حار انا اللي عاملاه في البيت، وكمان هاكل اللي هو السناكات الكوريه الحاره. فالكيس ده مليان بالسناكات الكوريه الحاره. اول حاجه جبت اللي هو النودلز الكوري ده. انا اكلت النودلز الحقيقي اللي هو الكوري الاصلي ده، كلته في الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش خشوا شوفوه. المهم جبت كيسين من دول اللي هو مكتوب عليه الطعم الكوري الاصلي، جبت كيسين من ده. وجبت كمان اللي هو السناكس الكوري ده، مكتوب عليه بالكوري، مكتوب عليه مين هانجوك بونجيم، مين هانجوك بونجيم. شفت انا بعرف اقرا كوري ازاي؟ يعني فلوسي ما ضاعتش على الفاضي، فلوس حلال برضه. المهم بعد كده بقى جبت اللي هو الشيبسي الحار ده، بس ده مصري بقى، هندخل المصري في الموضوع فمش مشكله، هو جاي لازقه كده، انتوا عارفين المصري غلس. بعد كده جبت المايونيز ده علشان بقى ايه يطري علينا الدنيا المولعه خالص دي. وكمان جبت عصير بس هنشربه بقى لما نحضر الاكل ده كله. فيلا اتحمسوا الفيديو معايا وحطوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تستمتعوا مع بعض، ويلا بينا بقى ايه نروح نجهز الحاجات دي كلها. بصوا بقى يا حلوين كميه التوكي اللي انا عملتها دي، عمال ايديا وحياه عينيا. المهم هناخدها بقى ونعملها مع النودلز، فليتس جو. طيب يا حلوين، اول حاجه هنجيب الميه وهنغليها كويس جدا، وبعد كده بقى نحط التكبوكي بتاعنا الجميل. بعد ما سلقناه هنطلعه، وهنا كنت متفاجئه ان هو ازاي اتحرق مني كده. بعد كده بقى هنحط النودلز بتاعنا الجميل جدا. طيب بصوا يا حلوين، التكبوكي انا مش عارفه هو عامل كده ليه بجد، يعني انا مصدومه. انا كنت عاملاه قبل كده وكان حلو جدا وما كانش فيه الحمار ده، بس مش عارفه هو ده حرق ولا ده محروقه دي ولا ايه، ما انا ما اعرفش. المهم بقى هنبدا بقى نحط الشطه. طيب يا حلوين، بما اننا بقى جهزنا كل حاجه، يلا بينا بقى نبدا في المعركه. حرفيا دي معركه. بصوا بقى الاندومي عامل ازاي، نودلز، تكبوكي طبعا وريته ليكو المحروق ودي بقى السناكات اللي هي بقى فيها الشيبس والسناك الكوري اللي انا وريتها لكم، ودي بقى المايونيز. حلوه. كمان ما ننساش المنقذ بتاعنا اللي هو العصير. يلا بسم الله، بسم الله. بصوا بقى النودلز عامله ازاي اهي. هي مولعه كده ليه بجد؟ احنا لسه بنقول يا هادي. طيب يا حلوين، بصوا النودلز حرفيا ولعه، انا مش مصدقه بجد. هي نودلز ولع ليه؟ يعني دي اصلا مش كوريه اصليه، فاهمين؟ النودلز اللي انا كنت واكلاه في الفيديو اللي فات كان كوري، يعني اللي هو لازم يبقى مولع، فده يعني مولع اكتر منه بكتير، معرفش ازاي. النودلز المصري يكسب يا جدعان والله. والشيبسي مع المايونيز يهدي الحراره. نجرب بقى التكبوكي اللي انا خايفه منه قوي. طب والله حلو،
زي ما انا كنت عاملاه المره اللي فاتت. امال ايه بقى محروق ومش عارفه ايه، ما اعرفش اتحرق مني ليه اصلا، بس هو طعمه حلو ونفس الطعم اللي انا كنت عاملاه المره اللي فاتت برضه، فمش عارفه ايه السبب اصلا. نجرب بقى السناك الكوري دي. طلعت مولعه جدا. على فكره الاكل حلو وهو مولع، انا بحب الاكل الحار حرفيا يعني. انا في عشق الاندومي، في عشق التطبيق. يا لهوي جميل قوي حتى وهو مولع. انا ايه اللي بعمله في نفسي ده؟ حرفيا حاسه زوري بيتحرق، حاسه بيطلع نار، حاسه زوري بيطلع نار حرفيا والله يا جدعان، زي الديناصور كده. عارفين الديناصور بقى بيطلع نار من بقه، وانا كده بجد. بجد يا جماعه النودلز اللي هي مكتوب عليها الطعم الكوري دي خطيره ولعه بجد. هم جايبين الشطه دي منين؟ انا جبت 2 طبعا، جبت كيسين نودلز، حطيت كيس في الاندومي وكيس للتطبيقي. بصوا ولعه بجد، انا مش قادره. والله لو ما كانش المايونيز كان زماني دلوقتي مت حرفيا. شكرا يا مايونيز بجد بجد يعني ما بهزرش. الصراحه ده اللي قدرت عليه. انا خلصت النودلز الحمد لله والمايونيز الحمد لله، اما بقى التطبيقي وبقيه الحاجات دي مش قادره، كفايه كده. المهم كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا الحلوين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، واكتبوا لي تحت في التعليقات عجبكم الفيديو ما عجبكوش، اعمل لكم غيره، اعمل لكم ايه تاني. وبس، انيا يا حلوين.